والله بس والله الحمد لله ربنا كرمنا يا مدحت والله. والله الف مبروك يا كابتن، انا لسه بتكلم اهو، الف مبروك. تحكي لنا كده الاجواء كده يا كابتن، ومشيت الدنيا ازاي كده؟ والحقيقه احنا كنا رايحين النهارده يا مدحت وكل الدنيا كلها، لان في ناس في برامج اخرى مسؤولين بيقول لك ازاي كانوا عارفين القرار النهارده وقالوا لنا ان هو بعد اسبوع. ما فيش بني ادم كان يعرف ان القرار الا هيصدر بعد اسبوع او 10 ايام. مظبوط. وانت عارف، وانت وانا وكل الناس عارفه كده. نعم. انما لما دخلنا في اللجنه واتكلم المحامي وكمان اتكلمت على الامور والظروف المحيطه، فقالوا لنا بعد ما خلصنا ان احنا هتقعدوا تفضلوا في الاستراحه لمده نص ساعه في مداوله وهيصدر القرار النهارده. تمام. كانت مفاجاه لينا الحقيقه، بس مفاجاه ساره، لان ايه ما يخلص القرار قدامنا احسن من نقعد ننتظر بكره بعده. فرجعنا بعد نص ساعه وكان القرار اللي هو موضوع المباراتين ال 100 كيلو بعيد عن استاد القاهره نعم. وال 100,000 فرنك. انا شايف ان ده مرضي، قرار مرضي جدا 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 بالنسبه لنا طبعا. وانا شايف ان انا قبل ما اسافر والله يا مدحت كنت قاعد انا وحسن شحاته والجهاز بتاعه كله وقاعدين نتكلم على اذا كانت المباريات هتبقى بره استاد القاهره. فقال لي طب ما احنا فرصه نلعب في اسكندريه، نلعب في بورسعيد، طبعا نلعب اسماعيليه، السويس. فالحمد لله جت زي ما هي. الناس طبعا يعني في مكالمات كتيره جايه لي بيقول لك ال 100,000 فرنك كتير. خد بالك احنا ما ينفعش ان احنا يعني احنا رضينا ان احنا لا نستأنف في هذه الحاله بتاعه القاهره. بالظبط. يعني حاله القاهره دي حاله طال الكلام فيها والملف كبير قوي بتاعها يعني. نعم. وانا شايف انها احسن من ان احنا نعتذر يا مدحت. لا 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 لا، ده ولا 100 مليون جنيه عشان نعتذر. يعني انت ما عارف تسويهاش رقم. فاكر يوم الاعتذار وايام الاعتذار والمصالحه والقصه هي دي. فانتهت بفلوس، وفلوس انا شايف انها برضه مرضيه جدا. الجزء المهم بقى اللي لازم الناس كلها تعرفه ان موضوع السودان. ايوه. موضوع السودان ده موضوع الحقيقه محتاج يعني هو بعد ما خلصنا القعده ومشينا لقينا باعتين فاكس هم بيقولوا ان موضوع السودان اغلق لان المراقب ما قالش وما عندناش اي حيثيات، رغم ان احنا تقدمنا في وقته، رغم ان احنا تقدمنا في الميعاد المحدد. انما طبعا انت عارف ان موضوع السودان ده معقد جدا، لان الارض بتاعت السودان واللي بينظم الاتحاد الدولي واللي بيلعب مصر والجزائر. مظبوط. قصه غريبه جدا. مظبوط. فانا شايف ان موضوع السودان احنا رغم ان القرار اللي صدر بعد ما مشينا وده موجود في البيان اللي طلعه اتحاد الكوره. نعم. انما بقول ان احنا سنتظلم منه حتى اعلى مستوى حتى لو وصلنا للمحكمه الدوليه. انا بتفق معاك. نعم. انا بعد اذنك يا مدحت، انا والوفد بتاعي اللي هو سحر الهواري وعمرو وهبه ومستر مونتانيري سعداء جدا بالقرار، رغم طبعا الحاقدون كتير جدا عادي. وكل واحد طالع يكلم لك يقول لك ازاي ترضى انك 100,000 فرنك ازاي؟ يا جماعه ده احنا كنا من اسبوع فات بنقول يعني كلام كتير قوي ان نحل المشكله دي باي طريقه. وانا قلت كلمه في لجنه الانضباط. نعم. انه انا الاوان ان احنا ننهي هذه المشاكل. بالظبط. في لقاءات قادمه. قلت للجنه في لقاءات قادمه بين الفرقتين واربع مباريات يمكن يبقوا 5. فالحمد لله انا شايف ان احنا وصلنا لبر الامان بذلك يعني. لا ده شيء عظيم يا كابتن سمير جدا. وانا الحقيقه قبل ما حضرتك تخش معايا على الخط كنت بطرح تساؤل اتمنى حضرتك تشترك معايا فيه وفقا للجنه الانضباط، وقالت انه اوضحت اللجنه ان يعني ايه اسباب العقوبه، ان الاتحاد المصري لم يتخذ اي اجراءات وقائيه لمنع الهجوم على اتوبيس المنتخب الجزائري وهو في طريقه من مطار القاهره الى الفندق يوم كذا، بالاضافه الى تحطيم نوافذ الاتوبيس واصابه 4 من اعضاء البعثه الجزائريه بينهم 3 لاعبين. ادي واحده وهرجع لك تاني. وبعدين الجزء الثاني على نفس النسق، لم يتم تأمين استاد القاهرة بعدما تم السماح لعدد كبير من الجماهير دخول استاد القاهرة، مما أدى إلى إعاقة مداخل سلالم الاستاد وحجز أتوبيس لاعبي المنتخب 45 دقيقة. أنا كنت بتساءل دلوقتي يا كابتن سمير، هل حضرتك كرئيس لاتحاد الكرة لديك قوات ولديك كوماندوز ولديك أتوبيسات مصفحة تستطيع فيها ان انت تمنع اي حد على مسافة 10 15 كيلو 2 كيلو 3 كيلو من ان هو يرمي طوبة؟ هل ده داخل ضمن قدرتك الحقيقية؟ ادي واحد. 2، هل انت تملك من القوات
ما تستطيع به منع جماهير من الوقوف هنا أو هناك أو حجز أتوبيس. ده اللي أنا كنت بتساءل فيه عشان أرد على بعض الناس اللي بيحاولوا يشخصنوا المسائل. لا أنت ايوه كاتحاد ده كورة كلام جميل لديك جدا. قوات ولا لديك. عايز أسمع تعليق منك برضه. انا عايز اسال احنا في اي تعامل، حتى هقول لك حاجه، لو مباراه بلاش بقى نقول ان احنا على المستوى العالي ده، مباراه فيها مشكله وبنتصل بالامن قبل ما نيجي نتكلم، يعني تاجيل مباراه او اقامه مباراه في بلد وقالوا لا ده في النهارده مثلا في مشكله هناك، نعم. بنتكلم على الامن، هو الذي يسيطر على الامور. وضع طبيعي. انما احنا كاتحاد كره كل علاقتنا بالمواضيع ان احنا بنبعت جواب للامن ونخطره بما يحدث اذا كان في وصول لفرقه، اذا كان هناك مطلوب شيء زياده او مطلوب ان هو الامن بتحيط علما بكل الامور. بس احنا ليس لنا دور، احنا مش هننزل نقف هناك بالظبط كده. المطار. بالظبط. انا بس حبيت اقول الجمله دي يا كابتن سمير، مش مجامله ليك يا كابتن، ولكن انا بأحزن لشخصنه الامور هنا في الاعلام المصري ومحاوله اصطياد امور غير موجوده في الاجواء ونسند للناس. انا قلت حتى المره اللي فاتت انتوا صورتوا لي الكابتن سمير ان هو شمشون الجبار عنده كل القدرات، يعني شيء غريب جدا يعني. والله يتصور يعني معلش. انا اللي بنزل اقابلهم وانا اللي بنزل اوصلهم وانا اللي اكسر الاتوبيس وانا اللي اطلع معاهم وانا ممكن يعني كل دي ده ناس، يعني انا بقول ايه ده، انا في ناس عامله مشكله دلوقتي قبل ما اكلمك يا مدحت في برنامج ازاي سافروا وهم يعرفوا سمير زاهر كان بيقول ان الجيزه هيوقع بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام. يا سلام. يعني طب ازاي وقع النهارده؟ طب يا سيدي معلش احنا بنعتذر ان وقع. لا بس انت هتيجي هتواجه يعني بهجوم شديد جدا لسبب اخر تماما. ايوه ان سعر البنزين احتمال يغلى فانت مسؤول. لا وبعدين لا المسارات اللي اتقفلت عشان الغبار البركاني. الغبار انت مسؤول عن الغبار البركاني يا كابتن. يلا الحمد لله انا شخصيا راضي وكل المسؤولين راضيين وكل هذا هو قدرك. هذا هو قدرك يا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني مش هزود على المناقشه دي، مش هزود على المناقشه اللي حضراتكم سمعتوها، وكل واحد يتقبل بمنطقه، واللي عايز يقول والناس في البيوت بتسمع وبتفهم كلامي. مش هيمنع الناس ان هم يتكلموا، كل واحد عايز يقول براحته، لكن الناس في البيوت اللي باصه دلوقتي عارفه وشايفه وحافظه وبتفهم، وبالتالي من يسيء باعوجاج المنطق يسيء الى نفسه وللشاشه التي يمثلها، لانها بتفقد مصداقيتها امام الناس. ما بفرضش راي، انا بعرض، وحضراتكم اللي بتقيموا الموقف تماما. خلاص. طيب الاستاذ محمد روراوة النهارده عقب على هذه القرارات. قال ايه بقى؟ بصوا الجمال. اكد محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم انه من المؤكد ان الفيفا اتخذ العقوبات التي رآها مناسبة لما حدث في القاهرة ليلة 14 نوفمبر الماضي، وقال خلي بالكم لن نتقدم بأي استئناف لأننا كنا فقط نريد أن نثبت عكس ما قاله رئيس الاتحاد المصري لوسائل الإعلام بأن شيئا لم يحدث، وأننا غطينا رؤوس لاعبين بالكاتشب ليظهر في الصورة وأمام الكاميرات وكأنه دماء. فهل هذا معقول؟ أما الآن فإنني مرتاح الضمير، ربنا يريح ضميرك يا روراو، لأن الشعب المصري سيتأكد، له متأكد، أننا لم نكن ضد فريقنا العربي المصري ولا حتى ضد مشجعيه. واضح جدا. ده هو الكلام ده بعد ما انت شفت ان العقوبة بقت، انا هسميها العقوبة اللذيذة، ولو كنت بكتب في جورنال كنت هعمل عنوان كبير: العقوبة اللذيذة، العقوبة المرضية، العقوبة التي كنا نتمناها بالنسبة للمباراتين. طبعا النص مليون جنيه مصري دول ببعض الماركتنج اللي بيتعمل يجوا في ربع ساعة. مباراة ودية تتعمل للمنتخب يلم قدهم 3 مرات، مفيش مشكلة اطلاق. لكن بتكلم على المباراتين. كان امتى يوجعونا؟ صحيح لو بره مصر، لكننا لا نستحق هذه العقوبة اطلاقا. كان ممكن نتذبح لو في نقاط، لكننا لا نستحق اطلاقا خصم نقاط، لان الامر متعلق زي ما كابتن سمير كمان قال معايا وانا قلت لكم في البداية بمباراة السودان التي ينظمها الاتحاد الدولي، والامور متشابكة.
لأنه مسؤول الاتحاد الدولي عما حدث في السودان، لأنه هو الذي ينظم المباراة الفاصلة خارج مصر وخارج الجزائر. أضاف روراوة قائلا: نحن لا نخلط الرياضة بالسياسة، ولا احنا كمان يا روراوة، والكل هنا راض بالعقوبة واحنا كمان، ليس لأنها على مصر، لكن كما قلت لأنها أثبتت أننا لم نكذب على المصريين صادق، ولم ندبر شيئا حتى نفوز بمباراة في كرة القدم بين أشقاء. الله عليك يا روراوة وعلى جمالك. حتى لو كان سيذهب بأحد الفريقين للمونديال، لأنه يكفي أن يكون هناك ممثل للعرب في هذا المحفل الكروي الكبير. يا